يا اهلا وسهلا بيكم، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرز المعمر على الطريقه الفلاحي. هنعمله في صينيه. احنا الطريقه الفلاحي كله بيتعمل في صينيه، الجديد بقى هو البريم. طبعا متاح ان انت تعملي هنا او هنا. اول حاجه عندي هنا المقادير بتاعتي. عندي 2.5 كوب من الرز الابيض المصري بتاعنا، طبعا يكون متنضف ومغسول ومتصفي. عندي كمان هنا حوالي كيلو من اللبن، شايله القشطه بتاعته حطاه هنا، ولو عندك اي قشطه كمان في البيت حطيها، ما تبخليش على نفسك. عندي كمان هنا حوالي نص كوبايه من الزبده، ونص كوبايه او يعني قولي ربع كوبايه كده من السمنه البلدي. وعندي كمان كريمه لباني، ومعايا كمان كوبايه زبادي لو بلدي او شركات كده مفيش اي مشكله. اول حاجه جبت الصينيه بتاعتي ورحنا دهنينها سمنه، وبدأنا ننزل بالرز المتصفي ونحطه كده في الصينيه بتاعتنا. جبنا بقى الزبدة ورحنا حاطينها، وحطينا عليها كمان السمنة، وقعدنا نقلب نقلب نقلب. طبعا احنا بصراحة هنقلب بايدينا، احنا خلينا بقى احنا مصريين حلوين كده نقلب بايدينا. طبعا ايدينا مغسولة ونضيفة، واي ست بيت بتبقى واقفة في المطبخ على طول بتغسل ايديها. فاعذروني، احنا هنقلب بايدينا علشان ندخل السمنة والزبدة جوه الرز، ويكون شارب كده وملزلز وحلو كده معانا. بصوا، ولو في اي قطع زبدة او سمنة فيها كتل، لا احنا هنفككها بايدينا. نحط شوية ملح صغيرين كده، ورشة بسيطة من الفلفل الاسود، وطبعا مش هنكتر علشان لو عندك شوربة مرقة لحمة او فراخ او بط تقدري تحطيها، مفيش اي مشكلة. ومش عايزينه كمان يغمق معانا، ممكن تستبدليه بفلفل ابيض. ندي التقليبه كده التمام، نقلب كل التوابل بتاعتنا. طبعا ممكن تدوقيه. هنا نزلت بالكيلو اللبن بتاعي، ممكن لو حابه كيلو ونص او 2 كيلو او 2 كيلو الا ربع، مفيش اي مشكله، حسب مقاس الصينيه بتاعتك. تبداي تقلبي كده، وطبعا الملح بتاعك بتظبطيه اول باول، وتحطي القشطه بتاعتك بالشكل ده. القشطه اللي بنشيلها من على وش اللبن حطيناها، واي قشطه قديمه بتشيليها عندك من اللبن تحطيها برضو معاكي، هتدي تست حلو قوي قوي. كل شويه تقلبي كده، وعلشان الرز بتاعك يبقى مظبوط. هنا بدأنا ندوقه نشوف الملح بتاعه ايه، لو محتاج شعرة ملح او حاجة. في هنا بقى كوباية من الشوربة، لو عندك فراخ او عندك لحمة او عندك بط بتبدأي ان انت تضيفيها. طبعا الشوربة بتاعتنا بيكون فيها كل التوابل بتاعتنا، القرفة، رنفل، الحبهان، ملح، فلفل، الكلام ده كله متطعمه كمان بالشوربه. جبت كوبايه الزبادي زي ما انت شفتي كده، وحطيتها في شويه لبن علشان افكك الكتل اللي فيها، وبدأت كمان احطها، برضو بتدي دسم وطعم حلو جدا للرز بلبن بتاعنا. الرز المعمر بتاعنا. دي بقى الكريمه اللباني. طبعا انا بجيب الازازه بتاعتي وبتكون مجمده، فببدا ان انا افككها كده بطرف المعلقه اطلعها، او هتبقى سايله معايا، وببدا ان انا اضيفها. بصوا بقى، انا خلاص جهزت الصينيه بتاعتي، هسيبها كده قولي ربع ساعه مثلا، عشان منها ننقع الرز كده ياخد مذاق كده من الزبده على السمنه على القشطه على اللبن على كل حاجه، كله 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 كله، ويكون طعمه حلو معايا، والرزايه تبدأ تنفش معايا. هسيبها حوالي ربع ساعة. بصوا هنا بقى الشكل روعة، بصوا التحميرة بتاعة الوش. طبعا انا سبتها حوالي تلت ساعة، وببدأ متابعاها تطلعي وتقطعي. طبعا علشان كانت سخنة ملهلبة معانا، فاحنا لما ماما قطعتها كانت بدأت ان هي الشكل بتاع عارفين شكل المكرونة البشاميل، لا ما كانش ثابت كده، فبدأ ان هو يقع. فسامحوني لو الشكل مش قد كده، ولكن هو والله متحمر وجميل، والرزاية حلوة، وعملنا جنبيها صينية بطاطس في الفرن، وكمان كان معاها فراخ ملوخية. الطريقة بتاعت صينية البطاطس هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا لها. والرز المعمر عملناه بطريقة سهلة جدا وبسيطة، مش هتاخد معاكي اي حاجة خالص. تقدري تنوعي من الرز بالشعرية للرز المعمر، سهل جدا وبسيط. وكمان
بيدي تست حلو كده في البيت مع البطاطس مع اي نوع طبيخ معاكي. اتمنى ان تكون الطريقه سهله وعجبتكم. لو في اي سؤال سيبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم على طول. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ومستنيه كمان رايكم في التعليقات. اشكركم على حسن المتابعه، واستنوني الفيديو اللي جاي. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم تستمتعوا بالشكل الجميل ده، وبألف هنا والشفا، وجربوه وقولولي رأيكم ايه في التعليقات.